في الفيديو ده انا هقولك على 4 نصايح في صناعة المحتوى. مفيش شك ان صناعة المحتوى هي حاجة ناس كتير مؤخرا بدأت فيها، فعلشان كده دي سلسلة فيديوهات مكونة من 4 فيديوهات كلهم بيتكلموا عن صناعة المحتوى، وفي نهاية السلسلة دي فهيكون في كورس كامل على الويب سايت بتاعي بيتكلم بس عن صناعة المحتوى، وده طبعا لو انت حابب تبدأ على يوتيوب او على اي منصة تانية. بس في البداية عايز اقول حاجة، اكتر من 80% من الناس اللي بتشوف فيديوهاتي وغالبا انت منهم دلوقتي مش مشتركين في القناة، فاتمنى لو انت مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك علشان الفيديوهات الجديدة لما تنزل توصل لك على طول، وعلشان كمان لما الكورس ينزل فتعرف على طول. فشكرا جدا لدعمكم ولوقتكم، وخلينا نبدا باول نصيحه معانا، وهي ركز مع الاستمراريه. وخلينا اقول لك ليه الاستمراريه بالذات مش حاجه زي الكميه مثلا ولا الجوده، والمفاضله دايما اللي بتحصل ما بين الكميه والجوده. فليه فعلا الاستمراريه؟ الجوده بتصنع منك شخص مختلف بيعمل حاجه احسن من اي حد بيعملها مختلف عن اي حد، وكل ده بلا شك مش هيخليك تحس ان انت عامل الحاجه الواو، الحاجه اللي انت هتتوقع منها ردود فعل ممكن تكون مبالغ فيها في بعض الأحيان، ولكن للأسف ده ما بيحصلش. ونيجي بقى لتاني سيناريو، وهو سيناريو الشخصية اللي مركزة مع الكم مش الجودة، ودي تقريبا تاني أنجح شخصية. وده لان هو شخص عارف ان مدى وصوله للناس مرتبط بالكم مش بالجودة، فهو لو كان بينزل فيديو واحد كل اسبوع فممكن هو يوصل للناس اللي بيوصل لها 7 اضعاف لو هو بينزل فيديو كل يوم مش فيديو كل اسبوع. وده لان هو زود احتمالية وصوله للناس بس بزيادة الكمية، فبدل ما كان بينزل فيديو كل اسبوع بقى بينزل فيديو كل يوم. ومشكلة هنا ممكن تحصل، وهي ان نوعية الشخصية دي ممكن تكون مركزة مع كمية الفيديوهات ومش مركزة خالص مع الجودة، وده برضه غلط. فبيتحول لشخص ان هو بيعمل حاجات كتير مش مهتم خالص بالجودة، مهتم بس بالكمية. فالناس اللي بتتابعه بتبدأ تحس ان هو بقى بيكرر في المحتوى، ما بقاش عنده جديد. وللأسف ده يمكن بيلم عدد كبير من المشتركين، بس هو مش بيلم ناس اساسا يكون عندها انتماء للمحتوى بتاعك. لان انا اشتركت النهارده ممكن بعد اسبوع بعد شهر افهم اللي فيها ان انت بتنزل مثلا فيديو كل يوم، ولكن فيديو متكرر عملته كتير قوي قبل كده. فللاسف برضو ده مثال فيه نسبة خطورة ومش بيكون كويس. وتالت سيناريو وهو الشخص المستمر، وده اللي انا بنصح بيه. شخص مش مهتم بالجودة قوي او بشكل مريض، ومش مهتم بالكمية قوي برضو ولا بشكل مريض، وهو مش مادي، بس عنده عقلية عمل المحتوى المفهوم الممتع، اللي هو عارف ان هو النهاردة ممكن يكون بيعمله بشكل كويس بس بكرة هيعمله احسن وبعده هيعمله احسن، وهيفضل دايما يطور من نفسه علشان يقدم محتوى افضل. ولكن هو شخص مش بيسعى للكمال، بيحاول يقدم اللي يقدر عليه. وخلينا هنا اقول لك على كذا مثال. لو قلت لك مين هو اشهر ممثل مصري، مين اشهر صانع محتوى مصري، مين اشهر مغني مصري، غالبا انت هتقول لي ان اشهر ممثل مصري هو عادل امام. اشهر صانع محتوى مصري تقريبا في كذا حد جه في دماغك، ولكن خلينا نقول دروس اونلاين. اما اشهر مغني مصري وهو ممكن نقول عمرو دياب، يعني كل الناس عارفه عمرو دياب، ولو انت قلت لك اشهر مغني مصري انت هتقول لي ايوه عمرو دياب. وخلينا اقول لك بقى ان الثلاثه دول ولا هو منهم احسن ممثل، ولا منهم احسن صانع محتوى، ولا منهم احسن مغني. يعني اشهر ثلاثه مش هم احسن ثلاثه فعليا. اكيد في ناس عملت حاجات احسن منهم بكتير، ولكن المشكله هنا وهي انهم ما كملوش، مشوا ورا ان هم يعملوا الحاجه الحلوه الواو اللي هم يعني هيحطوا كل وقتهم فيها بس هتطلع بجودة عالية، وبعد كده معرفوش يكملوا. ويمكن ده اكبر دليل ان الاشهر مش هو اللي بيعمل الحاجة الافضل. الاشهر ده هو شخص محافظ على استمراريته قدر الامكان، في نفس الوقت بيحاول يقدم اعلى جودة هو يقدر عليها في كم من الوقت كبير. فمثلا لو انت مسيرتك 30 سنة، لو انت عرفت تقدم 20 فعلا انت كنت فيهم كويس قوي مش ممتاز، انت شخص هتسيب علامة مش هتتنسي. ايوه انت ما كنتش افضل شخص، بس انت اكتر شخص اتعرف في الوقت ده. فده مثال بس بيوضح لك ان الاستمرارية هي اللي بتصنع الاشخاص اللي احنا نعرفهم، والاشخاص اللي سابوا علامات في الحتة اللي هم فيها، مش الجودة ولا الكمية. مش عايز اطول عليكم، بس فعلا مفيش قد الاستمرارية اللي هتصنع منك فعلا شخص ناجح، صانع محتوى ناجح بيحاول دايما ان هو يقدم المحتوى اللي يقدر عليه باعلى جودة هو يقدر عليها، ومحافظ دايما على استمراريته. ولا هو بينزل فيديو كل 3 شهور 4 شهور، ولا هو بينزل فيديو كل يوم بس مش محافظ على الجودة. مهم قوي وركز فيها. نيجي بعد كده لتاني نصيحة معانا، وهي ان الارقام ممكن تكون مهمة. عايز اقول ان لو انت اقل من 5000 مشترك فمعلش عد النصيحة دي علشان هي موجهة لفئة معينة من الناس، وده مش علشان انا عنصري، بس فعلا هي نصيحة مش هينفع تتوجه لكل الحالات. دايما بنقول ان لو انت لسه بادئ في صناعة المحتوى اوعى تركز مع الارقام، وده علشان ان فعلا الارقام في البداية مش بتكون الحاجة اللي بتحفز.
بس ده حلو لحد نقطة معينة، وهي نقطة ان انت فعلا بقى عندك متابعين. خلينا نقول 5000 مشترك مثلا. اهو من نقطة ال 5000 مشترك دي ابدأ ركز كويس مع الارقام. هنا بقى انت لازم تغير العقلية دي وفعلا تتعلم ازاي تقرا الارقام. تشوف بقى فيديوهاتك جابت كام، ايه اللي نجح وايه اللي فشل من ناحية المشاهدات بس هو عجب الناس، وايه اللي نجح قوي من ناحية المشاهدات بس ما عجبش المتابعين بتوعك. الارقام بتقول كل الكلام اللي انا بقوله لك ده. وهنا قرايه الارقام مهمه، مش علشان هي هتقول لك ايه اللي حصل دلوقتي، بس هي هتقول لك انت المفروض تعمل ايه بعد كده. فلو انت مثلا خطتك ان انت توصل لعدد ناس كتير في وقت قصير، هيكون ليك خطه معينه، وهو ان انت تعمل فيديوهات تجيب مشاهدات كتير. ولكن لو هدفك ان انت تبني قاعده جماهير يحبوك ويرتبطوا بيك علشان بعد كده انت هتبيع حاجه مثلا، ففي الحاله دي هتركز على الحاجات اللي بتعجب الناس اللي بتتابعك. فهنا انت الارقام فعلا بقت بتساعدك وبقت بتقول لك انت المفروض تعمل ايه. فركز مع الارقام، ودي مش نصيحه عنصريه، بس فعلا لو انت عندك عدد قليل من المشتركين الارقام بالنسبه لك هتكون شيء محبط، ولكن لما يبقى عندك عدد لا باس به من المتابعين ابدا من هنا ركز مع الارقام. ونيجي بعد كده للنصيحه الثالثه، وهي بتقول بص على المنافسين بتوعك واسعى دايما ان انت تقدم الافضل. بنسبه 90% انت بتعمل حاجه تقريبا في ناس كتير زيك بيعملوها، ومش بس كده هم كمان بيعملوها في محتوى. يعني في ناس كتير موجودين قبل ما انت تروح تصنع محتوى. وعلى فكره هو مفيش مشكله ان انت تعمل حاجه هي اتعملت قبل كده، وده علشان انت ليك طريقتك وليك جمهورك وليك كذا حاجه هتميزك عن اي حد. بس ده مش معناه ان انت ما تبصش على المنافسه. شوف مين بيقدم نفس المحتوى بتاعك، وشوف الناس اللي بتتابعه عايزين منه ايه، ولو انت تعرف تعمل الحاجه اللي الناس طالباها اعملها علشان تكون قاعده جماهيريه بما ان انت في نفس المحتوى. دي منافسه صحيه ليك وليه وللناس اللي بتتابعكم، علشان هي دايما بتشوف المحتوى ده بيتطور. فده اولا هيحافظ على استمراريتك وتطورك وحب الجمهور ليك، وكمان في نفس الوقت الجمهور بيستفاد وانت بتستفاد عن طريق ان انت بتطور من نوعيه المحتوى دي نفسها. فكل وقت بتشوف حاجات جديده طلعت، الناس نفسها اللي بتتابعكم بتستفاد، وانتوا كمان بتستفادوا وبتطوروا من نفسكم. فدي نصيحه مهمه، بص دايما على الناس اللي بتقدم نفس محتواك واسعى دايما ان انت تقدم افضل منهم. ونيجي بعد كده لاخر نصيحه، وهي لو انت عندك فكره مختلفه اعملها على طول واوعى تستنى. لو انت عايز تبقى مميز ومختلف وناجح، جرب تطلع ما بين كل فتره والتانيه بفكره مختلفه. انا وانت وهم وكل الناس تقريبا بتجيلها افكار مختلفه، وتقريبا الافكار المختلفه دي بنقول عليها ان هي افكار عبيطه او مجنونه او المفروض نرميها في الزباله وما نعملهاش. لان الامان هنا هو بيكون ان انت تقدم الفكره الطبيعيه المتوقعه اللي كل الناس اول ما هتشوفها مش هتستغرب. بس الجامد بقى وهو ان انت تاخد فكره مجنونه تشتغل عليها كويس قوي لحد ما تبقى فكره حلوه وتعملها فالناس فعلا تشوف فكره مختلفه. لان بكل بساطه ممكن جزء كبير من الناس اللي بتتابعك فكروا في نفس الفكره ومستنيين فعلا حد يتكلم عن الفكره دي، وحتى لو ما شافوش فانت وظيفتك كصانع محتوى ان انت تقدم افكار مختلفه او جديده والناس تشوفها. فالمهم هو ان انت ما ترميش الافكار الغريبه او العبيطه زي ما انت بتقول، بل خدها واشتغل عليها كويس قوي لحد ما تطلع منها فكره ممتازه ما اتعملتش قبل كده. وده في الغالب لانها مش فكره عبيطه زي ما انت فاكر، هي فكره كويسه بس فعلا محتاجه شويه شغل لحد ما تكون جاهزه ان هي تطلع وتتشاف. وصدقني هنا فعلا دي هتكون نقطه تحول بالنسبه للجمهور اللي بيتابعك، لان في الحاله دي هم هيعرفوا ان انت فعلا شخص بتشتغل على الافكار بشكل كويس وبتقدم محتوى مختلف. وهنا المهم. فبس كده، دول كانوا 4 نصايح مهمين عن صناعة المحتوى. لو انت مركزتش فيهم فارجع وهات ورقة وقلم واكتبهم واحدة واحدة وطلع التلخيصات بتاعتك. واخيرا لو عندك اي استفسار فاكتبه تحت في الكومنتس وان شاء الله هرد عليك. ولو انت مش مشترك ففضلا اشترك علشان لما ينزل محتوى جديد تشوفه ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو اكيد اعمل لايك علشان اعرف ان هو عجبك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.